السلام عليكم. كيف حالكم؟ قبل ما نبدأ بالاستخفاف وقبل ما ايوه شعري ابيض واقول ايش اللي ولا حد يجيني يقول لي ايش اللي يا جدة يا خراطة، يعني ننسى الموضوع ده، نركز احنا الحين اول شيء. طب تعرفوا كلمة خدمي ايش معناها؟ لا. فرحان انك خدمي؟ انا هنا خدم، انا هنا. خدمي مش صفة، مو معناته شوف هذا خدمي فعل، يفعل فعلا خدميا، لانه الخدمة انا بكل بساطة سوي شيء مو في مكانه. يعني مثلا في البلاك بيري بدل ما تكتب اسمك علي تكتبه علي. صور اجلس كده وبعد زخارف كيف؟ شو مصورين كيف؟ صور ويرجع. روح. عندك سيارة تركب عليها جنطة 23، شيء مو في مكانه اكيد، يعني ما حتمشي. طب يا حبيبي صلح سيارتك يا حبيبي، بعدين ندفع في الجنط والجناح هذاك اللي ما شاء الله ما ادري برج دبي ما شاء الله عليه. طب تبي تكتشف الخدمي، عرفوا على حاجه اسمه ماسنجر. بكل بساطة عرفوا على الماسنجر، تعالوا بعد اسبوع اذا لقيت الصورة حقته واحد وواحدة يحضنوا من فيلم هندي ومكتوب يوم انت لاقيت ما تلاقيت، هذا خدمي. قول له سلام، اذا كتب لك مرحبا كده زي سيفتي مرور، خدمي. طبعا مؤيد يعطيه العافيه طالب طب، بس لا تحلم مؤيد حروح اتعالج. انا ما احب المستشفيات، اكره المستشفيات. ابيض فابيض ابيض فابيض، مخلص الالوان عندهم، الدكاتره لابسين ابيض، كل شيء ابيض، كفايه ابيض عندي انا كفايه. الفكره ان انا ما احب الابر. الابر يعني انا ماني فاهم، حديده يدخلوها جوه الشريان حقي عشان يضخوا. يا حبيبي اديني حبوب تحاميل امشيها ما عندي اي مانع. ابر ما هي داخل دماغي ابر. وكمان العباط اللي في الدكاتره، يعني بصراحه مؤيد، يعني انت دكتور حتصير عبيط، لازم تكون عبيط. دكتور هنا يألمني، هنا لا يا دكتور هنا فوق يألمني، هنا دكتور بلا عبط، هنا يألمني، هنا يألمك، لا هذا الزر تضغط وطلع اصوات. جرب هنا مياو، هنا هاو هاو هاو، ايوه هنا يألمني من اول اقول لك. شيء غريب والله المستشفى. لا كمان ما دخلت مستشفى قبل فترة، المريض عشان يروح مركب محلول، عشان يروح الحمام لازم يشيله معه كأنه خويه المحلول في كل مكان. تخلف والله، تخلف المستشفيات. ما هو مستشفى، خلينا اموت ما بروح مستشفى. يا جماعة مين فيكم غواص؟ يعني انا ماني شايف، انت من كتر ما انت صغير ماني شايفك. انا تغرق في بانيو بيتكم قال لك انا اللي ما يعجبني في الغواصين يحاول بقدر المستطاع انه يثبت لك انه هو غواص في اليابس. يلبس لك ديك هذيك الطويله في كذا، يحط لك في ورا عنده في السياره انتبه هنالك غواص يسوق. ايش اسوي لك؟ يعني ايش حستفيد انك انت غواص وانت تسوق؟ حتكتم نفسك لما تلف، ايش استفيد منك؟ لا مره فرحانين بنفسهم زياده عن اللزوم يا اخي. كمان يا اخي فكره الغوص هذه انا ماني فاهمها. انت ايش لك؟ البحر حق الاسماك، اليابس حقنا، ايش دخلك تسوي نفسك سمكه زيهم؟ انا سمكه زيكم كذا. عمرك شفت سمكه ماشيه في ريد سي مول كذا تتميل عند البنات؟ مستحيل. ليه اللقافه؟ ليه اللقافه؟ يقول لك والله القروش سمك القرش ياكلنا، ما هو سكيورتي هناك. لو سمحت سمكات بس.
مالح الغواصين هذا غريب. بقول لكم على فكرة الكذب. الكذب يا جماعة انتم ما تحسوا يعني يقول لك واحد انا ما احب الكذابين، هذا اكبر كذاب. لانه كلنا كذابين، بس انت ما تحب احد. احنا تولدنا على كذبة. اول ما تتولد تواجه اول كذبة في حياتك. هذيك تقول له ما شاء الله يشبه لك. ايش الكذب؟ ما لحق يكون عنده ملامح عشان يشبه احد اساسا. ايش الكذب ده؟ يكبر شويتين عيب تكذب، تخش النار. اسمع هذا شكله عمك، روح قول له انا ماني فيه. اثبت لكم ان الكذب طبيعي. قول لخويك اي هرجه، قول له مره كنت ماشي تعنقلت، هيقول لك قول والله. طبيعي، مو راضي يصدقك، قول والله. والله احلف، لازم اقول والله على اي هرجه. لا، في التلفزيون، في اخبار ننقل لكم الحقيقه. تحصل واحد كذا قاعد لم يكن هناك اي جرحى وكله كويس، ما في اي موتى وتحصل نعش وراه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله. ما لك كذابين هذول، ما لكم صلاح فيهم، ما ادري ايش ينقلوا هذول. ما في جرحى، ما في. تنقل القناه الثانيه تحصل فيلم رعب. فيلم الرعب اكبر كذبه في الحياه. خرش ما عمرها اخذت اوسكار وما زالوا يسووها. ماني فاهم فكره فيلم الرعب، ما في اي شيء منطقي. كل الوحوش تبدا من القبو حق كل البيوت، تنزل القبو هلو ياكلها. ما في اي فكره. كم مره شفت المشهد حق البنت هذيك اللي تكون ماشيه في مكان مظلم شويه يطلع لها وحش، تصحى من النوم، تروح الحمام تغسل وجهها، تطالع في المرايه يكون وحش وراها، تصحى من النوم. وبعدين انا اصحى من النوم اساسا ما شفت الفيلم. كله يصحى من النوم. ايش الكذب ده؟ لا، ما في منطق في الافلام. وحش معاه سكينه يقتل لك مدينه كامله، هذا لو معاه مسدس يحرر فلسطين؟ والله يا شيخ يا ريت والله. هذاك كذب يا بنتي. لا يعني يجيك الوحش ودائما البطلة تكون مزة عشان يتأكد انك تشوفها، لانه ما في اي شيء يتفرج في فيلم الرعب الا المزة اللي في الفيلم. دحين كلكم تحصلوا لكم عند المحلات، بالله فيلم رعب الله يخليك. يجي الوحش ما شاء الله ما شاء الله، يجيك نص العبوة دي بكبره، وتجيك البنت في وجهه يطيح في الارض تشرد. اقتليه! خلص الفيلم ده اللي قرفان منه، اقتليه. جيبي لك مسدس دعس في وجهه، خلصينا. تروح تستخبى، ولما تستخبى ما تكمل جميلة وتسكت. اسكتي. والله لا بصراحة يا جماعة، يعني إذا بنتكلم على الكذب، أكبر كذاب كونان. من يعرف كونان؟ كونان البزرة. مشينا لكم هي، كان رجال حن للطفولة صار بزرة، ما هي مشكلة. كل جريمة تصير في الحياة تكون جنب كونان، ما أدري المجرم تعرف فين راح كونان أقتل جنبه. لازم كونان يكون جنبها، ما هي مشكلة. بس يا حبيبي كل ما يكتشف يروح على توغوموري وتوغوموري ما يطيح. إذا ما في كرسي يوقف. كذاب يا شيخ. الوصف. كيف حالكم انتم بس اهم شيء؟ كويسين؟ تمام؟ طيبين؟ انت جاي من البيت زاعقي؟ من يوم ما دخلت السيارة انمار نسيت ايش باقي؟ فكرني.